ايه، شنو هي القصة مالتك؟ أنا اخوك المتوفي. اخوي متوفي. ايه. جاني بالنوم. مم. الله شاهد. وقال هاي رسالة توصلها للعالم. ايه. قال لي اريد ارجع دقائق، يعني دقائق للدنيا. قلت له ليش ترجع دقائق للدنيا؟ قال على مود الصدق صدقة. قال ما تعرف عندنا بحياة الموتى، ما تعرف شنو معنات الصدقة والزكاة بعالم الموت. أيوة. بعالم الموت. أيوة. عالم البرزخ بالضبط. قال ما تعرف بعالمنا شنو معنات الصدقة. ايه. الصدقة فشي كبير عندنا، بس ما قال لي يعني ما وضح لي شنو انه شي كبير، بس قال لي شي كبير عندنا، وقال اتمنى ارجع للدنيا حتى اصلي. بس انت يعني هاي رسالة يجوز إلك مات. بالضبط. انه انت تصدق. بالضبط. لانه هي وصلتك الرسالة إلك. بالضبط. ومن توصلك إلك يعني توصل للعالم. بس قال لي بلغ العالم. بلغ العالم اللي قريبين منك اكيد يعني. وشلون واحد يقدر يتصدق بأي طريقة يعني يقدر يتصدق؟ يصدق من ناحية المادة. هذا مثلا اكو ناس فقراء ما قادر يتصدق، شي يتصدق شلون يعني مثلا فقير؟ من ناحية الأكل، من ناحية المادة، من ناحية الملبس. انت تعرف هسه الظروف بالعراق مو شي، واكثر الناس ما يشتغلون. بالضبط. صح، الظروف صعبة صح. بالعراق. ايه. انت شنو شغلك؟ ايش تشتغل؟ انا شغلي كاسب، اشتغل مولد مشغل مولدة. وجدتك ايام انت ما تشتغل اصلا؟ ايام صعبة كلش. وشنو سويت حتى تطلع من اللي انت بيه؟ اشتغلت ورتبت نفسي واشتغلت ووقفت على رجلي. اي الحمد لله. بس الظروف بعدها صعبة عليك لانه الايجارات غالية والوضعية تعبانة. الحياة كلها صعبة اصلا بالعراق. صعبة. شلون يقدر يتصدق الشخص اللي هو اصلا ما عنده؟ يقدر يعني بألف ب2000 ب3000 بشي بسيط، حتى لو على حيوان، حتى لو على صح؟ بالضبط. حتى لو للطيور الأكل القديم يطلع على الطيور. طبعا. مي. بأي شيء يصدق. هي الصدقة الكل الكرياطي، مو بس للعالم. زين توعدنا اليوم انت تتصدق وعلما حتتصدق. ان شاء الله اتصدق على فقير او على يوم يصدق. والله. بس الرسول ألف الصلاة والسلام عليه موصينا اللي ما يقدر يصدق يقرأ سورة الفاتحة المباركة. الله شاهد يومي أصلا. أي. بس أنا هذا الشيء ما قلته، بس أدق لك والله العظيم يوميا أتصدق، وهسه بدي شوي راح أروح أشتري على المدرسة. الله يبارك لك. الله يبارك لك. الله يبارك لك.